والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الخلق اجمعين. تحياتي ليكم، معاكم المهندس احمد مصطفى، الشرق الاوسط للاستثمار والتطوير الزراعي. بونيكام الشرق الاوسط 002 بونيكام مصر. يا جماعه لازم نعرف ان اي فصائل من فصائل النباتات فيها انواع كتير، ما بين امهات اصليه وما بين معدله جينات وراثيه. احنا هنا بنتكلم ان البونيكام ده غير معدل جينات وراثيه، تمام؟ اصله المصري القديم، موجود عندنا في برديات كتير موجود. طب عشان نتكلم نقول يعني ايه مواصفات نبات، لما نيجي نتكلم نسمي من الاسامي نقول يعني ايه مواصفات نبات، يعني ايه نبات البني كام. البني اللي هو الخل المقزم، قم اللي هو الاكل. فده معروف في دول اوروبا كلها ومعروف في جنوب افريقيا ان هو من غذاء الخيول. ليه غذاء الخيول؟ لان هو ما بيعملش انتفاخات وانتي اوكسيد مضاد للاكسده، ما بيعملش اكسده في الجسم. طب نيجي نتكلم بشكل علمي مواصفات النبات. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نخش عليه، اولا هتلاحظ هنا، انزل كده يا باشمهندس، هتلاحظ هنا العرق الاحمر اللي موجود في النبات. بصوا طوله قد ايه، على امر كبير. ايه تاني؟ لما نيجي نبص في الساق من تحت هنا اهو، زي حاجه لسه محشوشه هنا اهي، نبص نلاقي ان عريضه مش رفيعه، في نفس الوقت ما فيهاش اي اشواك موجوده هنا خالص. شايف ملساء اهي واضحه. نجيب اي واحده تانية واضحه جدا اهي من غير ما المسها. فيها كمان البودره بتاعه قصب السكر الموجوده. طب لما نيجي نفتحها من جوه نبص نلاقيها عباره عن قصبيات. شايف الشغل عامل ازاي؟ نقشرها زي قصب السكر كده. تمام؟ فمعنى كده ان احنا معانا سلاله من فصائل قصب السكر احمر والذره السكريه، او الذره بنقول عليها ساعات الهويه. النبات مستديم معاك في الارض. طيب امتى اعمل احلال لتجديد الارض؟ انا بقول عليك مستديم العمر كله. امتى اعمل احلال لتجديد الارض؟ لما تبقى الكوديا اللي زي دي قفلت على الكوديا دي، المسافات ما بينهم وما بين بعض قفلوا، يقفلوا على بعض. ابدا اعمل احلال لواحده وافسخها. معرفش هتطلع معايا ولا لا، صعب. تمام؟ وافسخها، وديت اهي، وافسخها وابدا اوزعها في الارض. تمام؟ مكاننا احنا ملناش افرع اخرى. تمام شغال. مكاننا ملناش افرع اخرى موجوده في جمهوريه مصر العربيه. مكاننا في الزقازيق بردين على الطريق السريع مباشر. تمام؟ قبل كوبري بردين العلمي، في بعد الزقازيق ب 8 كيلو. مهندس احمد مصطفى، الشرق الاوسط للاستثمار والتطوير الزراعي. البونيكام الشرق الاوسط 002 المسجل في وزاره الزراعه المصريه بقرار وزاري رقم 155 سنه 2021. نبص بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك لكم، ربنا يبارك لكم، ربنا يبارك لكم. وشاهد شاهد من اهلها. الناس بتاكل، الحمد لله. بناكل كمان الخيول العربيه الاصيله، بناكل البهايم، بناكل الاغنام. الحمد لله والشكر لله قدرنا نعمل معدلات تحويل، معانا نتائج تحليل، معانا شهادات حقوق ملكيه فكريه عشان نحافظ على السلاله ديت، ما يبقاش في سلالات ثانيه تخش وتبوظ الانتاج. دور على مواصفات النبات، ما تدورش على حاجه ثانيه خالص. دور وخده وحلله. المعلومه الاخيره اللي انا اقولها ان ده فيه نسبه سكريات عاليه وفي نفس الوقت نسبه بروتين. كل ما كبر كل ما السكريات زادت فالبروتين بيقل، كل ما قصر كل ما السكريات قلت والبروتين بيزيد. تحياتي ليكم، مع تحيات المهندس احمد مصطفى، الشرق الاوسط للتطوير الزراعي، لتسجيل التاريخ النهارده 16/9/2025. السلام عليكم ورحمه الله.